السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله في 3 ماتشات جامدين قوي في الدوري. الساعة 5 عندنا الزمالك مع طلائع الجيش، بيراميدز مع الاتحاد السكندري، والساعة 8 الأهلي مع المصري. ده هيبقى ماتش قوي جدا. المصري فايق مع المدرب التونسي اللي معاه. بيراميدز والاتحاد ماتش صعب على الاتحاد. بيراميدز في حالة فوقان من يوم ما كسب الأهلي 2-0. الزمالك النهارده مش عارف مين المدير الفني بصراحه. هيلعب مع طلائع الجيش، طبعا فيريرا وجه له الشكر. مين المدير الفني ما اعرفش. هتكلم على ماتش الاهلي والمصري. الاهلي خارج من تعادل واداء سيء امام بتروجيت. النهارده طبعا محمد علي بن رمضان مش موجود، وطبعا مش هشوف بقى طاهر تاني بادئ المباراه بقى جناح او مهاجم. بديهي جدا النهارده ابدا. انا مش عايز الشناوي، بس هو هيبدا بالشناوي حارس مرمى. محمد هاني باك رايت، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري، مروان عطيه، اليو ديانج. هيحط قدامهم تريزيجيه، على يمينه زيزو، على شماله بن شرقي، في الامام جراديشار. طبعا مشاهدين كرة القدم اللي هم الجمهور اللي بيحب يتفرج عشان الاهلي بيكسب ويستمتع بالمباراة، غير اللي بيتفرج ويقعد يشوف نقاط القوة والضعف ويتفرج ده حصل ليه وعنده فكرة ده بيعمل ايه. الناس بتتكلم دفاع الاهلي تعبان. دفاع الاهلي التعبان لا يتلخص في الاربعة اللي ورا، اللي هو الباك اليمين والشمال والاثنين المساكين اللي هم ياسين مرعي وياسر ابراهيم. لا، دفاع النادي الاهلي ملخصه هي المنظومة الدفاعية اللي الفريق بيلعب بيها. يعني الفريق بيلعب دفاع منطقة بيسيب الفرقة اللي قدامه تحضر، ولا بيلعب هجوم ضاغط من مناطق الدفاعية للخصم، ولا بيلعب ازاي؟ في كذا طريقة لعب، كل طريقة فيهم لها منظومة دفاعية معينة. انا بلعب مثلا تيم النادي الاهلي باللعيبة دي المفروض يلعب هجوم ضاغط بطول الملعب، يعني ما يسيبش الفرقة اللي قدامه تحضر. ده بيتطلب لياقة بدنية عالية ولاعيبة مصحصحة وتنفيذ، والضغط يبقى بشراسة ومحدش يتأخر في الضغط، لأن لو حد اتأخر الضغط فك. ازاي؟ الضغط بيبدأ من عند المهاجم، أو ده أول مدافع لينا. أما الجون أو حارس المرمى بيحب يطلع الكرة من تحت ويديها لأحد السرد باكين أو أحد الباكين. مثلا طلع على الباك رايت، لازم المهاجم أو راح على المساك اللي ناحية الباك رايت، لازم المهاجم يروح جري على المساك ضاغط بقوة، والهاف ليفت بتاعنا اللي هو وليكن بن شرقي ضاغط على الباك عشان ما يستلمش. الباك بتاعنا الشمال مكمل ورا اشرف بن شرقي ضامم عليه، يبقى مفيش مساحة بينهم كبيرة. الديفندر مميل والديفندر اللي جنبه مميل والهاف رايت الملعب كله بيميل في الناحية اللي فيها الكورة وبيضغط كله، مش كله بيروح على الكورة، لا بنضغط بحيث ان احنا نغطي بعض. ما نسيبش بقى جراديشار مثلا يضغط لوحده واحنا واقفين بنتفرج عليه وبنتمشى. ده ما اسموش ضغط، ده كده بنحلق. لان الضغط ده لو انضرب ب 1 2 بيضرب حوالي 5 6 لعيبه، بيعمل خطوره عليك. ده اللي انتوا بتشوفوه بيحصل في النادي الاهلي بقى، هجمات مرتده، انفرادات، 2 على 1، 3 على 2، بسبب ان احنا لعيب بيضغط وزميله ما بيكملش وراه. واما بنضغط شكليا، ضغط اللي هو التحليق، مش ضغط شرس. يعني انا بحيي فريق بتروجيت على الماتش اللي فات، كان بينفذ الضغط العالي على النادي الاهلي بشراسه، وكان بيستخلص الكره اسرع. حته بقى الكره الثانيه اللي بنفتقدها برضو بقى لنا فتره، لعدم تمركز لعيبه نص الملعب كويس، لان ما بنكملش. لازم اللعيب نص الملعب مكمل ورا المهاجم والسردباكين مكملين وراه، سواء واحنا بنضغط او احنا بنهاجم او احنا بندافع. لازم المسافات بيننا تكون متساويه عشان دايما ناخد الكره الثانيه اللي بتدينا الاستحواذ بسرعه، فنفضل ضاغطين. هي دي قصه المنظومه الدفاعيه في النادي الاهلي. المنظومه الدفاعيه بتتلخص في ضغط الفرقه كلها، والفرقه كلها ازاي بتقف وازاي بتدافع وانت مش معاك الكوره.
مش هرمي الحمل كله على الاثنين المساكين. مكان فايلر بيلعب بياسر ابراهيم محمود متولي، الاثنين المساكين بتوعه. بس ما كانتش كده المنظومه الدفاعيه. لو اتفرجتوا على ماتشات فايلر تاني، لما المنافس كان بياخد الكرة منك كنت انت بتستردها في اقل من دقيقه، 10 20 30 ثانيه بضغط شرس تسترد الكرة، فبتبدا رحله هجمه جديده. لكن النادي الاهلي بيقعد فتره كبيره على ما يسترد الكرة، لانه مش ضاغط بقوه، وفي حاله ترهل باينه اللي هي بعد المسافات بين المهاجمين ولاعيبه وسط الملعب والمدافعين. ففي مساحات في قلب الملعب دايما، ما احناش مالين الفراغات دي. ده اللي مخلي شكلنا الدفاعي وحش. فالنهارده لازم يبدا بالتشكيل ده. وفي تغيير دايما هو بيعمله، خروج اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي ده لعيب بيحل لك ازمات. ممكن في اخر 10 دقايق في المباراه انت محتاج هدف يجي لك في ولا الخط 18، بيحطها بن شرقي. بن شرقي خرج في المساحات الضيقه، بيعرف يعدي 1 على 1، بيعملها بن شرقي. بن شرقي خرج. فمن فضلك اديله الثقه وسيبه. جراديشار يروح ويضيع، سيبه اديله الثقه. جراديشار الماتش اللي فات لما رقص الجول الناس كلها بتقول ما حطش بشماله ليه؟ لانه فاقد للثقه، لان بيلعب عليه لعيب مش مهاجم واقل منه اللي هو طاهر. فالراجل فاقد للثقه، القرار ما عندوش سرعه اتخاذ قرار بسبب فقدان الثقه. فاتمنى النهارده المدرب يشتغل بدماغه ويلغي وجود عادل مصطفى شويه ويشتغل بدماغه هو، لان في حاجات بتاعت المدرب. انت كده حفظت اسامي اللعيبه، فين بقى شغلك في الملعب؟ الماتش اللي فات كنت تتخيل وانت عايز تجيب جون انك لما تخرج محمد شكري ما تنزلش عمر كمال، تنزل حد في تلت الهجوم وتلعب بثلاث مدافعين بس، تجازف بقى. لكن تغيير نمطي انا لسه ما شفتش منك شغل. فانا منتظر اشوف من المدير الفني الجديد امارات، منتظر اشوف منه شغل. شكرا، سلام عليكم.